كاميرا المصريين الأحرار نزلت عشان تجس النبض في الشارع المصري، تعرف احتياجاته ومتطلباته، تعرف المشاكل اللي عند كل المواطنين سواء من صحة أو خدمات تعليمية أو من نظافة. طبعا أعرف إن في حزب المصريين الأحرار. أنا بشوفه في الإعلان بس. لا ما أعرفوش. لا ما أخدش بالي منه. لا لسه ما أعرفوش. أنا ما أعرفش أي حاجة عن حزب المصريين الأحرار بصراحة يعني. ما سمعتش عنه خالص يعني. طبعا سمعت. طبعا أعرفه. أيوة نعم أسمع عنه. سمعت عنه كتير. أسمع عن حزب المصريين الأحرار. انتخبت أحمد شفيق. انتخبت محمد مرسي. انتخبت الفريق أحمد شفيق. أحمد شفيق. محمد مرسي. انتخبت شفيق. بصراحة ما انتخبتش حد. هو حزب النور. أنا ما انتخبتش ولا حاجة. الإخوان. الكتلة المصرية. الكتلة المصرية. العدل والمساواة. المتطلبات الأساسية لأي بني آدم عايز يعيش، كشغل، معيشة، مستوى اجتماعي. يوفر فرص عمل للشباب اللي هي مش لاقيه شغل. خدمات طبعا اللي بتوصل للناس بسرعة. يوفر لنا عمل بس. أنا حاسس إن إحنا زي ما إحنا. هو في تغيير يعني، بس تغيير بسيط، لسه التغيير برضه ما تمش. انا حاسس بفرق الحاجه احسن، فاهم انت؟ الوضع زي ما هو حاليا وإن شاء الله يتحسن بس مش للأسوأ يعني. لسه ما شفناش حاجة يعني، احنا نتمنى ان يبقى في فرق. حسيت بتغيير من ساعة ما شال المشير طنطاوي. شايف أي تغيير ولا شايف مرور ولا شايف حكومة واقفة ولا شايف أي حاجة. مفيش تغيير. إيه اللي اتغير؟ أنا شايف يعني البلد بتروح للأسوأ. أول ما الثورة حصلت وبتاع مش عارف إيه، كان قالوا الشباب هم اللي عملوا الثورة وبتاع، لحد ما في كل الناس الكل اللي معاه قرشين راح يعمل حزب. طب وبعدين يعني فين الحزب الصح والحزب الغلط؟ كل واحد بيتكلم على مزاجه، كل واحد واخد شوية ناس وفرقوا الدنيا كلها على بعض. أنا ما أعرفش، أنا من كتر الأحزاب ما بقتش متابع. أنا متابع الحالة العامة للبلد كلها وما أعرفش كل حزب بيتكلم في إيه. حضرتك ممكن تشوف الورق اللي بيبقى متعلق أيام الانتخابات وبتاع. نعم من أجل مصر، ونعم مش عارف لأجل إيه وبتاع، وتخش البرلمان اليوم نايمين. نفسي ألاقي كلام بيتحقق. مفيش واحد في مصر وقف على مايك قال كلام بيتحقق خالص. هو المايك بيبقى شكله حلو تقريبا. أنا محتاج واحد ما يطلعش يفضل يقول شعارات، محتاج واحد يقول إحنا هنعمل ويعمل. حزب زي المصريين الأحرار ده معروف، المفروض يقدم خدمات قبل الانتخابات. على الأقل أي فرد زي ولا أي واحد مش عارف حاجة مني مثلا ننظف الزبالة قصاد مركز طبي، ده ما يرضيش ربنا. شارع زي كده انت لو قعدت 5 دقايق هتدفن من التراب. بسعى للحزب اللي بيتكلم باسم الشعب، الحزب اللي ينزل الشارع ويسأل المواطن مباشر، ده الراجل ده بيدور لصالح الشعب المصري. لكن انا ما شفتش اي حزب خد خطوه ايجابيه غير اللي احنا بنشوف بس ايه، شعارات بتطلع على التلفزيون. لكن كواقع انا ما شفتش اول حزب ينزل في الشارع كده ويسأل المواطن رايه في البلد. كل واحد قاعد على الكرسي خلاص هو وصل اليه، وكانوا بيعانوا مشكلتهم ياخدوا الكرسي عشان مصر، عشان وصلوا للكرسي عملوا ايه؟ مفيش. الناس دي كلها بتعاني من الفقر، اللي معاه جنيه دلوقتي تاني يوم معهوش، دكتورته مش شغال، يعني زي احنا هنا عاطلين قاعدين ببيع برشام من قله الفلوس. المنطقه كلها تعبانه، البلد كلها تعبانه، لازم يشوفوا لنا حل. دلوقتي الدوله بتاخد ضرايب من الشركات الكبيره صح؟ ومش عارفه توظفها. طب ما في اقتراح كويس احسن، نخلي الشركات الكبيره ديت هي اللي تشغل الناس، عشان مثلا مع شركه زي فودافون انت مش هناخد منك ضرايب بس تشغل لنا مثلا 1000 واحد. احنا بنرمي كل حاجه على الحكومه، الحكومه فعلا مش شايفه شغلها خالص، بس احنا برضه لازم نبص لنفسنا. انت لو ما اشتغلتش في الحاجه دي دور على شغل. شوف انت افتح لك مشروع، دلوقتي في بنوك كتير قوي فاتحه زي قروض، قروض بيقول لك هنسدد. الناس دي لازم تسعى. احنا اول مره قناه تنزل عندنا تتصور هنا في السلام، في ناس كتير قوي هنا مش عارفين يتكلموا، في ناس عندها كبت. الفئه دي غلابه عايزين يعيشوا، عايزين يبقى لهم بيوت، عايزين يبقى لهم مستقبل. قول لي اي شاب من دول هدفك ايه؟ ما عندوش. دلوقتي انا عشان اروح شغلي مثلا ميعادي الساعه 8، لما اجي اشوف الطريق بتاعي الطريق يبقى زحمه، بروح كل يوم يتخصم لي على الشغل بتاعي. صاحب العمل ممكن يمشي. طب انا ذنبي ايه؟ برضه الزحمه دي القاهره بقى خلاص. احنا بص احنا عاملين ازاي، واقفين عاملين ازاي. يا حضره رئيس الجمهوريه انت على دماغنا من فوق، نشوف حاجه بس اللي عايزينه منك من حضرتك اتبع للناس الفئه الغلابه، انما مش ما تبصش اللي عندهم مصانع، بص للناس الشباب اللي هي مش لاقيه. النهارده لو جه رئيس الجمهوريه ده جمع الناس الحرفيه الكويسه، الناس القدام
ويقول له مات 100 علم 100 يطلعهم من تحت ايده الصناعيه، يوفر لهم بقى ايه؟ احسن ما تدي له فلوس، لا احنا مش عايزين فلوس، اديني حاجه اصطاد بيها، ما تديني السمك ايه؟ عشان اعرف اشتغل. احنا تعبانين يا باشا، بس احنا من الداخل ناس نضاف، بس ممكن بقى ايه؟ يعني ممكن نعمل الخطر ونعمل الضرر، بس ليه؟ من قله الفلوس، من قله شغل. القعده يا باشا على الدغري بتبوظ. احنا معلش في الكلمه، هو قال لك هيعدي 100 يوم هيظبط الحال البلد، صح؟ هو لسه ال 100 يوم يتهيألي ما عدوش، بس لو ال 100 يوم عدوا من غير ما يعمل حاجه، احنا عارفين كلنا كده ميدان التحرير. انا بتمنى ان اللي يجي يحكمنا او الناس اللي هي هتبقى مسؤولة عن أي حاجة في الحكومة الجديدة تكون بتحب البلد دي. إذا أحبت البلد دي هننهض. نفسي مصر ربنا يكرمها وتزدهر والناس تشتغل، وبنحلم إن لأولادنا يبقى مستقبل كويس. مصر أحسن دولة في العالم بالنسبة لنا احنا كمصريين، لأن أنا اللي ما خرجش بره مصر يعني عامل زي اللي قاعد تحت شجرة ما يعرفش قيمتها إلا لما يبعد عنها. مصر دي مضللة علينا، أحسن بلد بالنسبة لنا في الدنيا كلها في كل حاجة.